يابسه قبل ما نقزوا العجينه نوريكم كيديروا المطيشه يابسه، وهذه اللي كيطلبوني عليه بزاف ديال الاخوات. غتاخذوا كيلو د المطيشه غادي تقطعوها على 4 بالزريعه بالقشره غير تغسلوها وصافي. تقطعوها على 4، ديروها في شي طاوه كبيره وتدريو عليها الملحه الحيه بطبيعه الحال. تخليوها الليله كامله حتى كتنزل منها هذاك الماء كله. من بعد كتدخلوها للفران واحد 120 حتى 150 درجه، وكتبقى تخليوها تنشف. واللي عندها الوقت ديرها فوق الفران وتخليها اللي عندكم الوقت مثلا 4 ايام 5 ايام حتى كتنشف على خاطرها، اولا تخرجوها مره للشميشه حتى كتنشف. منين كتبات ليله كامله ديك المطيشه اللي خدينا منها كيلو؟ كنعاودوا نذكروا غسليها لاله مزيان وقطعي كل حبه د مطيشه على 4 بالقشره وبالزريعه ورشيها بالملحه الحيه. منين كتبات ليله كامله كتطلق الماء. اذا السيده تهز غير داك الشيء اللي كيبقى د مطيشه اللي بقى مطيشه وتدخلها للفران بلا الماء ديالها. لا بلا الماء ديالها، تصفيها وعاد وتدخلها وتخليها تبقى تنشف في داك الفران، تبقى تجف حتى كتولي مجموعه. هذه الشيف هذه السيده ما ترشاش بشويه زيت العود او الزعتر؟ لا انا جايه اختي سناء واخا. دونك ملي تتنشف لك مزيان غادي تاخذي واحد القرعه ديال الزاج وغادي تحطيه فيها ديك المطيشه وتعمريها بزيت العود. رائعه هذيك هادشي. وتخليها تبقى لك حتى 3 شهور. تقدري تستعمليها في الخبز، تستعمليها في لي طاجين ديالك، تستعملي داك الزيت ديري به البيتزا، داك الزيت تستعملي بها تقلي بها بزاف ديال الحوايج. دونك كاين بزاف ما يدار بها وكتنسم لك جميع الاطباق، تتنسمها لك بديك الزيت العود.